السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المتابعين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيان؟ لعشاق المشاريع المربحة وبالأخص المشروع ديال الدجاج، جبت لكم اليوم عقار جديد للبيع. جاكم من منطقة ديال جمعة رياح، النواحي ديال مدينة برشيد، بعيدة الموقع بالنسبة للبلاد، بعيد على مدينة برشيد تقريبا ب20 كيلومتر، وعلى كازا غتكون 60 حتى 62 كيلومتر. موقع زوين، داخله على القطرون تقريبا بيس ب 400 متر. القطرون راه هو كيف ما كتشوفوا معايا. نعطيكم بعد الموقع عاد ندخلوا في التفاصيل ديال هاد الفيرما. موقع زوين، عندك الطريق ديال بالنسبه لابيس راه مصيبه بلاكاس، مصيبه مخيره، يدخل كاميو يدخل طوموبيل ما كاين حتى شي مشكل، حتى في الوقيته ديال الشتا ما كاينش مشكل، الطريق ما كتغيش، والطريق عاطين في البلان ديالها ديال 10 متر دايزه وغادا الفوق. المهم الخوت بالنسبه المساحه ديال البلاد، المساحه ديالها 12000 متر و600، ملكيه عدليه ديال شخص واحد، ما فيه حتى شي مشكل. الوريقات بالنسبه للملكيه العدليه مضبوطه 100%. اللي بغاها هذيك الساعه راه يشوف مع العدول ديالو ويعطيه الوريقات حتى يقول لك قضي الغرض، هذيك الساعه غير عاد توكل على الله. هادشي اللي كنقول لجميع الكليان. لا بالنسبه هذه بالنسبه للتحفيظ ديالها باقا تابعه اجراءات، خاصو يدير مطلب التحفيظ ومن بعد عاد يحفظها سميتو، بحكم ان صاحب الارض يعني من الناحيه الماديه قضيه قليله ما قدرش يحفظ ويسجل، هي مسجله ولكن خاصها تحفيظ، ولكن راه ملكيه ناضيه، حيت الارض حتى اللي حداها راه تيتر، وهاد الارض اللي حداها تيتر، يعني ما كاين عندو حتى شي مشكل. بالنسبه للمدخل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، المدخل ديالها هو هذاك، فيها اعزكم الله كاين واحد الطواليت مرحاض، وكاين الباركينغ. هاد العشام دايرو على حساب الباركينغ ديال الطوموبيلات اللي ممكن يهز حتى ل4 5 ديال الطوموبيلات. دابا ان شاء الله غادي نبدا لكم التصوير بالنسبه لهاد الدويره اللي فيها، يعني عندك فين ترتاح، عندك فين تسكن، وفي نفس الوقت عندك المشروع ديالك، المشروع ديال الدواجن اللي ممكن دير رخصه عاطين الدجاج، وفي نفس الوقت ممكن دير بيبي. هذا هو المدخل. بالنسبه الماء ديال اللي كيدار على حساب لي كاميو طوموبيلات، في كيدار الضواء والماء في المدخل ديال اي فيرما ديال الدجاج، ضروري خاصو يكون فيها المدخل ديالها يكون بهذه الطريقه هذه. هنا كيدار الماء وكيدار الضواء على حساب شي ميكروب او على حساب الجراثيم او على حساب شي حاجه باش كاع ما تاثر على الدجاج. المهم الحيفيه راه عارفين علاش كنتكلم، حتى اللي ما عارفش بطبيعه الحال ياخذ فكره. دابا غندخل نصور لكم الدويره بعدا من الداخل، عاد نصور لكم كوري ديال الدجاج. هنا كاين هاد المرحاض اعزكم الله بالضوء ديالو، كاين هذاك ليسباس ملي ممكن الواحد يديرو شي بيرو على حساب لي كاميو اللي كيدخلوا. الحد ديالها راه هو هذا السلك والبيكي. دابا ان شاء الله غادي ندخل نصور لكم الدويره هي الاولى، نصور لكم بعدا الباركينغ. ها هو هاد العشا هادي مصيبه بالقبص، يا ربي بغيت نقول لكم بالقصب باش تبقى مبرده، وفي نفس الوقت راه ممكن الواحد هو سي المولا هاك ندير فيه الدجاج البلدي، ممكن تستعمل هاد الدجاج البلدي علاش لا. الدار المدخل ديالها عندها 2 ديال البيبان، المساحه ديالها جيات شي 100 متر بالطراز ديالها. كاين هاد الباب الرئيسي ديالها، ولكن راه باقا في لافينيسيون، دابا باقي لها واحد 4 ايام ان شاء الله تقريبا او اسبوع غادا تكمل ان شاء الله. جابوا الماتيريال باش يحكوا لها موزيك. فيها 2 ديال لي شومبر كيما كتشوفوا معايا بالنسبه للريتشوسي وصالون. راه كلشي متوفر الخوت، راه كاين الماء ديال البير،
كاينين جوج بير تبارك الله الماء فيهم خير، زاد بير باش يبقى الماء موجود موفر. كاين البير الاول كاين هنا، وكاين واحد البير الفوق. انا غادي نصوروا لكم راه بالطاقه الشمسيه بلا بومب بكلشي ليه. هذه الكويزين، هذا المدخل الثاني، هذه الكويزين مخدومه بروزافيل، كويزين سامبل عاديه ومخدومه بالنسبه للقف سامبل ولي سبوت ولي ليد. صافي الخوت، بالنسبه لتحت الامور واضحه. كيف قلنا جوج ديال لي شومبر، صالون وكويزين. لي لي سبوت كلشي متوفر. دابا غادي نطلع نصور لكم الفوق، نصور لكم بعد هذا المرحاض بلديه. طبعا نطلع نصور لكم الفوق. انا كيف قلت لكم راه في المراحل الاخرى ديال الفينيسيون وديال لا فينيسيون. كاين هنا الدوش، صراحه دويره صغيره مسيحه زوينه صراحه. وكاين هاد الشومبر. دابا ان شاء الله راه كلشي غادي يتقاد، راه كيف كنقولوا في التشطيبات الاخرى غادي تبان لكم الدويره بشكل اخر. السطح، هذه الماكينه ديال صحاب لا موزيك. دابا غادي نحكوا هاد السطح وغادي نحكوا الدار كامله وغادي يدوزوا الفيرني. نصور لكم من الفوق باش تبان لكم احسن. دابا ان شاء الله غادي نمشي نصور لكم الكوري. هانتوما الخوت باش نوضح لكم. دابا كاين هاد الكوري، هذا الكوري ديال الدجاج او لاصيره ديال الدجاج او عنبر ديال الدجاج كيف كيقولوا ليه باللغه العربيه. هذا العنبر هذا ديال الدجاج فيه 1200 متر، فيه 1200 ديال المتر. دابا الرخصه راه واخد فيها ممكن يدير جوج. الاول ها هو بناه نطاه البروجيكتور ديالو والمسائل ديالو. هاد الثاني غادي يكون في هاد الجهه هادي. الثاني اللي بغى يتوكل على الله ويخدم في واحد او واحد موجود مناضي مريقل يخدم من غدا. لا بغى يزيد ثاني وكان عنده الامكانيات الماديه يزيد ثاني. هنا راه نفسه غادي يبني حتى هو في 1200 متر، يعني فيه 12 على 100. يزيدوا في هاد الجهه هادي راه بكلشي اللي بتبنها بهاد لي بانو سولير. هنا 20 ديال البانو، وكاينين عاوتاني لي بانو سولير في الجهه الاخرى ديال البير الاخر. كاين البير الاول والبير الثاني. هذاك البير الاول كيعطي لاصيره ديال الدجاج، فهذا كيخدم في هذيك الجهه. والبير الثاني حتى هو تبارك الله فيه موجود والماء فيه حلو، الماء زوين صراحه، حيت لك الماء كاين مخير، وبالاخص ديال هذاك البير اللي فوق الماء فيه مخير. كاين هذا هو البير الثاني حتى هو بلي بانو سولير بلا بومب ديالو بكلشي، يعني الحكس بدا خدام. بالنسبه للرخصه راه واخد 16000 بين 15000 16000 ديال الدجاج، وديما كتمشي 50% يعني من العدد ديال الدجاج. ملي كتكون مثلا هاد جوج ديال الكواري هازو 16000 البيبي يعني بين 6000 7000. صافي الخوت مفهوم. الرخصه واخد فيها 16000 ديال الدجاج وشي 6000 7000 بالنسبه للبيبي. والحريفيه راه ملي كتحسب يعني هاد الكوري فيه 1200 متر راه معروف شحال خاص. واللي بغى يبني الثاني كيف قلت لكم يزيدو يتوكل على الله ويزيد ثاني ويخدم ليا مع راساتو. شوفوا الخطوط لا ديرونجمون من ناحيه يعني راه محداك لا دوار لا دار لا دوار كيف كنقولوا. راه كلشي بعيد منك، يعني تخدم طرونكيل براحتك، ما كاين حتى شي مشكل. حتى الموقع ديالها زوين والموقع قريب لك الطريق ديال لا بغيتي مثلا تهبط لكازا طريق ديال مديونه راه تهبط غير من هنا، وكاين طريق ديال الكار حتى هي قريبه لك، وعندها جوج طرقان اللي كيدخلوا لهاد الفيرما.
كاينه الطريق واحد لابيست كبيره غادي يدوزوها حتى هي غودرون من هاد الجهه، ممكن تدخل ليها الا بغيتي تقرب. كاين غودرون اللي كتدخل من الطريق ديال بن حمد وعاد كتجي ليها، غير هاد الطريق هي اقرب غودرون هو هاد الطريق ديال لابيست. الطريق ديال لابيست ديال 10 طريق كبيره وغادي ان شاء الله محطوطه في البلان باش يدوزوها غودرون. كيف قلت لكم اللي باغي يجي غير الغودرون ما باغيش يجي لابيست غادي يزيد عليه تقريبا واحد 3 4 ديال الكيلومتر، وغادي يبقى شاد غير الغودرون حتى الفيرما. ملي غيوصل لابيست ديال الفيرما غادي يضرب واحد 400 متر ديال لابيست مخدومه بلاكاز ومخدومه من داك الشيء رفيع. صافي الخوت دابا غادي نمشي نصور لكم الكوري، وهذيك الساعه غادي نقول لكم الثمن ديال البيع ديال هاد الفيرما. الله يسهل ويجيب التيسير للجميع. السلام عليكم. طيب الاخوه والاخوات، انا كنت لي كنصور لكم من فوق الدار او في السطح ديال الدار او الطراز ديال الدار. دابا غادي نصور لكم الناحيه ديال هذا الكوري. كما كتشاهدوا معايا كاين لي بانو سولير، الطاقه الشمسيه بالنسبه للبير الاول، وكاين هذاك الباصه. نحاول نقرب لكم الصوره باش تكون الفكره اوضح. شفتوا الخوت، هذاك هو الباصه راه مغطي، كتعمريه ماء وكتستعمليه وغادي يدوزو النيس واحد القادوس كما كتشوفوا معايا. هاد الطراساج اللي مديرين ديال هاد الفوسي هذا غيدوز واحد القادوس وغادي يمشي ديريكسيون ويمشي للدار. المهم الخدمه خير. شوفوا الخوت تبان هذا كلشي تبرى معاه. علاش قلت لك راه من نهار يعني من نهارك تجيب بعض الماتيريال بالنسبه للبوطاج وداك الشيء اللي كتستعمل في الدجاج، او تبدا سيدي خدام ليا مع راسك. المهم راه كاين الكوتا كوت حتى هو بالنسبه للسقي بدون تنقيط. اللي باغي يدير غريسات بطبيعه الحال، راه كاينين بعض الاشجار ديال الرمان ديال التفاح الشاديه، كاينه شي بركه. هذه هي البلاصه اللي باغي يزيد الكوري الثاني، هذه هي البلاصه. دابا ان شاء الله ندخلوا شوفوا الكوري من الداخل. بسم الله. انتم تبارك الله ما شاء الله، زعما راه الخدمه ديال المعقول والله العظيم. الصديق صراحه الخدمه اللي دار لهاد العنبر ديال الجاز مع الخدمه مشقونه. ما عندي منه. انستالاسيون ديال الضو، الاماكن التهويه، الارضيه مخدومه من داكشي الرفيع. تبارك الله المساحه كبيره 1200 متر، راه ماشي سهله. نشوفوا هاد الغرفه فين كيحطوا الماتيريال ديال الكوري، حتى هي راه مخدومه بالبوترين، فيها الضوء، كلشي متوفر كيف قلت لكم الخوت. اجي وخدم ليا مع راساتك. هادشي اللي كاين الاخوه والاخوات. بالنسبه للثمن غادي نعاود المعلومات. بالنسبه للمساحه ديالها هو 12000 متر، 12000 متر واحد 600 متر، ملكيه عدليه كتكتب عند العدول. اللي باغي يحفظ من بعد شغلو يحفظ الامور ديالو. عندك الرخصه ديال جوج ديال الكوارع ديال الدجاج. الكوري الاول هو هذا اللي شفتو، وممكن دير من غدا تبني الكوري الثاني. هادشي اللي عطا الله في هاد لافير الخوت. المهم راه همزه زوينه، الثمن 240 مليون سنتيم، ومولاها مستعد ينقص شويه من الثمن. وهادشي اللي كاين الاخوه والاخوات. اللي بغى هاد لافير، اللي بغى هاد العرض العقاري للبيع، يتواصل معايا عبر الرقم 06 15 33 67 69. يا الله على العشاق البروجيات ديال الدجاج، ها البروجي ديالكم البيع. يلا الله يسهل على الجميع، تبارك الله عليكم. بارطاجيو هذا الفيديو، شي جيم الى جات على خاطركم، شي كومونتير زوين، بارطاجيو كيف قلت لكم مع
مع الأصدقاء والإخوة ديالكم. ما ربما شي حد يكون باغي أو عنده فكرة باش باغي يدير هاد المشروع ديال الدواجن، مرحبا بكم، تهلاو.